عمي حامد قال لي يا وزير اليوم نحن أنا حسن بوراس عضو اللجنة المديرة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. كنت في مهمة ملاحظة ومراقبة للوقفة الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقية المخطوفين وجبهة رفض، وتقلنا مع النشطاء عدد من النشطاء، والآن رانا في مركبة تابعة للأمن الوطني، ونحن هنا 13 ناشط ومناضل في هذا المكان الضيق الذي يصعب التنفس فيه. هذا ما يبشر به النظام وبوتفليقة، يبشر بحقوق الإنسان وحرية التعبير. في اليوم العالمي لحرية التعبير تقمع حرية التعبير اليوم، وهذا هو حالنا. هذا النظام الذي يمارس القمع وتعود على القمع وتعود على تكميم الأفواه. اعطي له كاس هذا هو وهذه عادته المتحصلة. هذا ما يبشر به بوتفليقة ونظامه الشعب الجزائري. هذا ما يبشر به الشعب الجزائري، القمع ثم القمع، العصا ثم العصا لهذا الشعب. هذا كما قلت ما يبشر به بوتفليقة الشعب الجزائري في عودته الرابعة.